كان يا مكان، كان في بنوتة جميلة اسمها منسة. كان عندها يوم مهم جدا في المدرسة، بكرة الحفلة اللي هتغني فيها. كانت مجهزة فستانها ومتحمسة جدا. بس منسة كانت بتحب تلعب أكتر من أي حاجة. مامتها جت وقالت لها: كفاية لعب يا منسة، وقت النوم جه علشان بكرة هنصحى بدري. هلعب شوية يا ماما وبعدين أنام. بس الشوية بقت شوية كمان، والوقت عدى لحد ما منسة تعبت. بس من حبها للعب كملت لعب، ونسيت إن في حفلة بكرة وهتصحى بدري. فضلت تلعب وتلعب لحد ما نامت على الأرض. وتاني يوم ماما جت تصحيها: ملحقتش أنام. يلا يا منسة علشان نلحق الحفلة. لسه ما اتدربتش كويس، خايفة أنسى اللي هغنيه. خلاص مفيش وقت، الحفلة هتبدأ. وجريت بسرعة على المدرسة وفضلت تجري. بس أول ما وصلت المدرسة كانت الحفلة بدأت خلاص، وصحابها بدأوا فقراتهم. منسة اتوترت جدا وخافت إنها تكون مش فاكرة كويس، وزعلت من نفسها. ولما جه دورها طلعت على المسرح. قلبها كان بيدق بسرعة، بس وقفت شوية وخدت نفس هادي. بصت لمامتها وافتكرت كلامها وإنها واثقة فيها ودايما تقول لها منسة شاطرة. وقتها بدأت تهدى وتفتكر اللي حفظته، وبدأت تغني. صوتها كان جميل جدا، والناس كلها حواليها اتحمسوا معاها، وأصحابها اتجمعوا وراها يشجعوها. وكانت أجمل وأحلى فقرة. تحفة، فخورة بيها. وأنا كمان فخور بيها جدا. وبعد الحفلة منسة راحت لهم وقالت لهم: من النهاردة هسمع كلامك يا ماما، وهنام بدري وأبطل شقاوة. ومن يومها منسة بقت تنام بدري. وانتم كمان يا صحابي عايزاكوا تناموا بدري وتكونوا شاطرين زي منسة. وتوتة توتة خلصت الحدوتة.